رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباد. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الإحسان كله عباد. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. وكريم والله وكرامته أغلى، رزقه على الله وزيادة. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه أنا وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده هعمل لكم لحمة، هنسلقوا لحمة. تعالى كده معايا يا محمد. هنسلقوا لحمة ونعملوا شوية بامية بالصلصة، ونعملوا شوية رز وملوخية خضراء. تعالى كده معايا يا محمد. بص أنا حاطة مية بتغلي على النار. هننزل اللحمة كده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اهي. ماشي يا حبيبي. نحط مع اللحمه ايه؟ طماطمايه مقطعاها اربع، وبصلايه اهي. انا هشيل من الميه دي دلوقتي عشان الميه ياما. وهحط ايه؟ ثواني. ماشي يا حبايبي. هنحط حبهان فاتحه الحبهان، ورقتين ورق رولة. حبهان افتحيه عشان خاطر يطلع النكهه اللي جواه في الشوربه حبيبتي. بصي حطي حبه فلفل اسمر مش ياما عشان هو مركز اهو. وهنغطيها ونسيبها ايه مع نفسها. هنا بقى هعمل ايه؟ جبت من الجزار حته دهنه. قلت له عايزه حته دهنه عشان انا هطبخ الباميه من غير لحمه. حته دهنه كده سيحتها اهو. وهحط حته سمنه اهي اهي. ماشي. احط عليها البصله اهي. واول البصله ما تخش في الصفار هوريها لكم عشان ما اطولش عليكم يا حبايبي. شويه بس. بصوا حبايبي الشوربه اهي عماله تاخد وتدي اهي. اما تعوز ميه ميه حط لها ميه بتغلي من. بصي ميه بتغلي عشان اللحمه ما ترجعش تضمر منك تاني. ادي البصله اهي يا حبيبتي. هنحط عليها ايه؟ طماطم. بسم الله بسم الله. نخلي دول للملوخيه عشان هنعملوا شويه ملوخيه. هتحطي ايه؟ معلقه صلصه عشان الطماطم شكلها مش حبايبي. زي ما عودتكم الصلصه انا بحط لها معلقه سكر بتاعت شاي عشان الحموضه، تعدل الحموضه بتاعت الطماطم، عشان لو كلتي فيه بيها في اي وقت بالليل اي وقت. ماشي يا حبيبتي. نسيبوها بقى تتسبك. تتسبك كده مع نفسها. وادي اللحمه اهي. انا جايبه كيلو ملوخيه امبارح. عمكم السيد جاب لي كيلو ملوخيه، قطفته وغسلته ونشفته. وانا بخرطها هوريكم انا بخرطها في كيس لباني. هوريكم انتوا تخرطوها ازاي عشان ما تلحوسوش الدنيا. تتسبك الطماطم ونحط الباميه فيها حبايبي ونرجعوا مع بعض تاني. بصوا حبايبي الباميه دي انا كنت مجففاها قبل ما افتح القناه. بصوا شكلها اخضر ازاي اهي. اشطفيها قبل ما تحطيها في الصلصه عشان
لو حطيتيها في الصلصه بالتلج بتاعها كرفه من التلاجة، وحاطه قرنين فلفل خضر اهو معاه. بصوا فصين توم مدقوقين اهو. اه ماشي. سيبوها بقى لما تستوى نحط لها ايه، واحدة مرقة عشان هي ما فيهاش لحم اهي. سيبوها كده تستوى. وبعد كده ايه، بصوا اللحمة عمالة تستوى. بصوا بقى الملوخية الخضراء جبتها قطفتها، وبعد ما قطفتها غسلتها غسلة حلوة وسبتها تنشف، وبعد كده حطيتها في كيس لباني. بصوا بقى انا بعمل الملوخية بتاعتي كده. بصوا حبايبي، هتحطي فوطة تطبقيها 4 على 4 اهي. بصوا الكيس اللباني ولا هتلحوسي المخرطة ولا هتلحوسي. وهاتي يا بت السكينة وهاتي يا بت المعلقة اما اشيل اللي على المخرطة. بصوا المخرطة، بصوا الكيس، بصوا الملوخية اهي. اتقطع منك الكيس حطي جنب الكيس لباني تاني وحطيه وهكذا. بصوا انا طريقتي كده في الملوخية، ما بخرطهاش الا كده في كيس لباني وبتنعم وبتبقى جميلة اهي. ماشي يا حبيبتي، تقدري تجيبيها شمال وتجيبيها يمين اهي. الكيس اهو زي ما هو ما تقطعش، والمخرطة اهي اهي. تعملي كده كده. اما اجي اعملها هوريها لك يا حبيبتي. وادي اللحمه عندنا بتتسلق والباميه اهي. وانتوا طبعا عارفين الرز بيتعمل ازاي. هفلفل حبه رز واوريكم الفطار بتاعنا، بس بعد الباميه ما تستوى هوريكم الاكل بتاعنا. ادي الباميه اهي يا حبايبي. بصوا الباميه شكلها عامل ازاي. بصوا الباميه لما نزلت الصلصه زي ما تكوني لسه شارياها خضره دلوقتي اهي اهي. ماشي حبايبي. وانا جايه بعمل الملوخيه هوريها لكم بعملها ازاي حبايبي. والرز انتوا عارفين الرز بيتفلفل ازاي. ادي الباميه وادي اللحمه. ماشي حبايبي. اخلص. بصوا حبيبتي احنا بنحمر اللحمه عشان تفضل طريه معاكي، وهي في السمنه كده بتتحمر حطي لها حبه شوربه وغطيها. هنا بقى هنعمل حبه ملوخيه خضراء. حطيت طماطم على نص معلقه توم على حبه كزبره ناشفه اهي. ماشي حبيبتي اهي. بصي الملوخيه اللي انا خرطتها في الكيس بتاع اللباني اهو. هنعمل ايه، هنحط عليها شعرة كربونات صغيره كده عشان تخضرها وتعمل لها عرق. ماشي. وهنا هنعمل واحده واحده معايا كده. التومه تحت هتغلي الشوربه وهرجع لكم. يلا بصوا حبايبي هنحط الملوخيه هنا اهي اللي انا خرجتها في الكيس اللباني اهي. بصوا خضره حلوه ازاي. حاطه العين التانية عليها التومه تحت الملوخيه وايدك فيها كده. اوعي تطلع خفيفه منك. ايدك ميزان وعينك ميزان. بصوا خضره برسيم ازاي. بحط على العين التانية التقليه بتاعت الملوخيه. داخله في التحمير هنحط ايه، حبه كزبره ناشفه عشان خاطر طعم. اوعي تحطي لها الكزبره الناشفه وهي لسه بتتحمر هتمرر منك وهي داخله كده على الصفار. واحده واحده كده معايا يا حبايبي. معلش بقى كل سنه وانتم طيبين. التركبه بتاعت المطبخ روحتوني شمين الريحه. كده بقى هنعمل ايه،
هنعمل تومه بالخل للفتة. ماشي يا حبايبي، عشان ما اكترش عليكم وانا بعمل التومه بالخل هوريها لكم، عشان بس ما اكترش عليكم، عشان الباقه بتاعتكم ابني بيقول لي باقه الناس هتخلص. اهو يا حبايبي توم بالخل عشان هنعمل طبق فته. بصوا يا حبايبي التومه احمرت اهي، هنحط شويه خل. دي بتاعت الفته، مكان تحمير اللحمه، مكان تحمير اللحمه. حطيت الثوم، حطيت حته سمنه عشان لقيت المكان بتاع اللحمه قلت حرام. اهو اهو يا حبايبي ماشي. والملوخيه اهي خلاص. هنحضر غداء فطارنا بقى ونوريه لكم حبايبي وانا بحضره. بصوا حبايبي دي الفته، حطيت عيش عليه شوربه عليه رز، وده توم بالخل. بصوا حبايبي نوريكم الباميه. الباميه يا حبايبي على فكره الباميه دي لو مش عايزه تعمليها بالدهنه تعمليها بالسمنه عادي، عادي يا حبيبتي، عشان في ناس ما بتحبش تاكلها بالدهنه. ماشي يا حبايبي، وادي فطارنا النهارده، وعيش ناشف اهو للملوخيه اهو، انا محمصاه هنا في البيت اهو، عيش ناشف محمصاه للملوخيه. بصوا يا حبايبي ده عرقسوس، ابقى اقول لكم بيتعمل ازاي. عرقسوس اهو عملته اهو اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي بالرغاوي تحت اهو زي بتاع الراجل اهو، ونقحت بلحتين عشان نشق صيامنا بيهم. واللحمه دي حمرتها ورشيت عليها ملح وفلفل اسمر. وده فطارنا النهارده يا حبايبي. بشكر اي حد قال لي كلمه حلوه، بس ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. انا هوقف القناه، انا هوقف القناه خلاص، لان الاشتراك مش مرفوع، الاشتراك واقف يا حبايبي. وانا بشكركم على الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.